لما كنت صغير كنت بحب اتفرج على افلام الانيميشن، ولكن من بين كل الافلام اللي كنا نعرفها كان في فيلم مختلف عنهم. فيلم لو تشوفه هتتاثر جدا بقصته، سواء كنت طفل او شاب او عجوز فهو هيأثر فيك برضه. فيلم مش مميز بسبب ملامح الشخصيات الغريبه او جو الفيلم المظلم، الفيلم مميز بسبب قصته العميقه اللي اثرت فعلا في كل الناس، وهو فيلم العروسه الجثه. ممكن تسمع اسم الفيلم وتفتكر هو فيلم رعب ولا حاجه، بالذات لما تشوف الشخصيات اللي فيه، بس لا الفيلم ده مهما تعيد فيه فهو كل مره هتعيده فيها هيسيب جواك نفس الاحساس، وهو الحزن. الفيلم بيبدا في مدينه كئيبه، الحياه فيها روتينيه وممله جدا. هتلاقي ان كل حاجه يعتبر في المدينه دي بلون واحد بس، وده بيعكس الحياه اللي سكان المدينه دي بيعيشوها. بيعيشوا حياه ما فيهاش اي روح، حياه ما فيهاش اي نوع من انواع البهجه، مش بيهتموا غير بحاجه واحده بس، وهي المكانه الاجتماعيه. يعني لو عيلتك ليها تاريخ قديم ومعروفه بين المجتمع، الناس هتحترمك حتى لو انت مش معاك فلوس. زي مثلا العيله دي، تمام، العيله دي لو تشوفهم هتقول عليهم اللي هم معاهم كنوز العالم كله، بسبب التكبر والغرور اللي هم عايشين فيه. قاعدين في بيت واسع وضخم، هو فاضي بس واسع وضخم، ولكن في الحقيقه برغم التكبر والغرور اللي هم عايشين فيه ده، بس هم في الاخر فقراء جدا، وعشان كده كانوا عاوزين يجوزوا بنتهم لاي حد من عيله غنيه وخلاص. وانا بصراحه شايف ان ده اسوأ قرار ممكن ياخدوه في حياتهم كلها، عشان وقتها مش بيعاملوا بنتهم كروح بشريه تستاهل تتعامل احسن معامله، لا هم حرفيا بيعاملوها كسلعه تتباع للناس الغنيه. وهنا هنلاحظ ان بنتهم مختلفه عنهم، مش هاممها مكانه اجتماعيه، مش هاممها فلوس، كل اللي هاممها بس الحب. فبتقول للخدامه اللي هي خايفه تتجوز واحد مش بيحبها زي ما هي بتحبه. مشكله كبيره طبعا ممكن تتسبب في طلاق ومشاكل كبيره بين العيلتين، ولكن امها بتيجي فجاه وتزعلها وتقول لها الحب اصلا ملوش علاقه بالجواز. وقالت ان هي وجوزها اللي واقف جنبها ده مش بيحبوا بعض اصلا. وبصراحه انا مش عارف ازاي الراجل ده قدر يتجوز واحده اطول منه بفرق الطول ده من غير ما يحس بالاحراج. بنشوف بعدها فيكتور وهو بيركب العربيه عشان يروح يتقدم لفيكتوريا، وبنعرف هنا ان العيله دي غنيه من تجاره السمك. هم ما بنوش لنفسهم مكانه وسط المجتمع اللي هم قاعدين فيه، بس على الاقل قدروا يجمعوا ثروه كبيره جدا من الفلوس. والحاجه الوحيده اللي كانت ناقصاهم بس هي انهم يبقوا شبه الناس اللي حواليهم، يبقوا لهم مكانه وهبه وسط المجتمع. وعشان كده كانوا متحمسين جدا جدا يروحوا يجوزوا فيكتور لعيله كبيره زي دي. العمليه حرفيا ماشيه زي المصالح المتبادله، دول محتاجين الفلوس ودول محتاجين المكانه الاجتماعيه. بس هنا فيكتور بيبقى متوتر وخايف جدا. بنشوف امه مش عاجبها الوضع اللي هي عايشه فيه، وبتقول لا تستحق تعيش حياه احسن من كده، احسن من هي تعيش مع تاجر سمك. الفيلم ده حرفيا اكتر فيلم بياكد لي ان فعلا محدش راضي عن حاله في المدينه دي، ولا اللي في عيله ملكيه عاجبهم حالهم، ولا اللي معاهم فلوس عاجبهم حالهم برضه. الخادم بيفتح الباب لعيله فيكتور، بيدخلوا البيت وكلهم مصدومين من شكل البيت. الخادم بيعرف العيلتين على بعض وبعدها بيدخلوا يشربوا شاي. فيكتور راح واقف عند البيانو وقعد يعزف، وفي الوقت ده فيكتوريا سمعته وهو بيعزف، فطلعت عشان تشوف مين اللي بيعزف ده، فعرفت اللي هو الشخص اللي المفروض يتجوزها. نزلت وراحت تتكلم معاه، ومن تحليل الموقف اقدر اقول ان من طريقه كلام فيكتور فهو حرفيا اول مره يتكلم فيها مع بنت. بيتلخبط في الكلام وبيتلجلج وخايف ومتوتر، حرفيا مرعوب. ودي حاجه مش وحشه خالص، لا بالعكس، دي حاجه تدل على انه مؤدب ومحترم ومش بتاع بنات. وهنا فيكتوريا بدات تتعلق بيه، حست خلاص هي لقت شريك حياتها وهيعيشوا مبسوطين وهيخلفوا. بس للاسف كل حاجه بتبوظ قدام، عشان بعدها بيروحوا يتدربوا على خطاب الفرح. وهنا بيحصل اكتر موقف محرج ممكن تشوفه في حياتك كلها. طبعا عشان فيكتور اول مره اتجوز حد من عيله ملكيه فكان متوتر شويه او شويتين ثلاثه، وبصراحه مش هلومه عشان دايما التجربه الاولى ما تبقاش احسن حاجه. فيكتور وصل الكنيسه، وقف قدام الناس كلها، وجه الوقت المفروض يبدا يتكلم فيه، بس للاسف قال نص الكلام غلط. ومش كده وبس، وقع الخاتم من ايديه وكان هيولع في ام فيكتوريا. وهنا جوزها بدل ما يجيب مثلا طفايه حريق ويطفي النار، او على الاقل يجيب كوبايه ميه ويرميها على الفستان، اختار في الاخر انه يطفي النار برجله. بس انتوا عارفين انا وقتها زعلت جدا على فيكتور. بصراحه موقف صعب انك تكون قدام ناس كتير والعيون كلها عليك، ويكون مطالب منك بانك تقول شويه كلمات بسيطه، بس في الاخر تعق الدنيا كلها وشكلك يبقى وحش جدا. وقتها فيكتور اتفضح وسط كل الناس، وبان ان شخصيته ضعيفه ومش واثق من نفسه. عشان كده فيكتور حس بالاحراج الشديد، فطلع بره الكنيسه وهو زعلان وقعد يعاتب في نفسه ويقول ازاي انا اغلط في حاجه زي كده. الموضوع كان بسيط وما كانش مستاهل التوتر ده كله. لحد ما فجاه كل حاجه بتتغير، وهو بيتمرن على الكلام اللي المفروض كان يقوله يوم الخطاب. لبس الدبله في ايد، ولكن مش اي ايد، لبس الدبله في فرع شجره كانه صباع. انا وقتها قلت عادي، يعني ايه اللي هيحصل يعني لو لبس الدبله في فرع شجره؟ بس بعدين بنعرف ان ده اصلا ما كانش فرع شجره، الفرع ده طلع في الحقيقه ايد هيكل عظمي. وفجاه بتخرج بنت من تحت الارض اسمها ايميلي، ودي بصراحه قصتها هي اساس الفيلم كله، وهي كانت السبب في ان الفيلم ما يكونش عباره عن قصه رومانسيه، لا دي خلت الفيلم يتكلم عن حاجه اكبر
اكبر من كده بكتير. مين ايميلي وليه بتطلع من تحت الارض وليه ايديها عباره عن فرع شجره؟ انا مش فاهم حاجه. كان يا مكان قبل ما ايميلي تموت كانت بنت عاديه جدا زي اي بنت تانية، وفي يوم قابلت راجل وسيم وقعت في حبه بسرعه جدا، وفي الاخر وعدها بانه هيتجوزها ويهربوا مع بعض ويبداوا حياه جديده سوا بعيد عن قيود المجتمع، عشان للاسف ابو ايميلي كان رافضه من البدايه، وواحده زي ايميلي كانت هي الطرف الاكثر حماسا، فعلا صدقته في الاخر ووثقت فيه. وهنا كانت الكارثه. في ليله معينه الساعه 3 بالليل ايميلي لبست فستان فرح امها وخدت كل فلوسها ومجوهرات العيله وخرجت تقابل الشخص اللي وعدها بالجواز. كانت فاكره ان هي رايحه تبدا حياه جديده فعلا ومختلفه تماما عن حياتها الحاليه، بس للاسف اللي حصل كان العكس. الراجل اللي راحت تقابله نصب عليها وخد منها كل فلوسها ومجوهراتها، وفي الاخر قتلها في الغابه ورماها هناك. وللاسف ايميلي ماتت من غير ما تعيش يوم واحد بس من حلمها. روحها هناك فضلت مسكونه في الغابه كلها مستنيه الحب الحقيقي اللي هيحقق لها حلمها ويحررها من الكابوس اللي هي عاشت فيه. فاللي حصل بقى بعد ما فيكتور لبس الدبله لفرع الشجره، ايميلي اعتبرت ان اللي حصل ده فعلا جواز رسمي، عشان فيكتور قال وقتها خطاب الجواز صح ولبس الدبله في ايديها لحد ما سحبته لعالم الميتين. وفي الوقت ده فيكتوريا فضلت طول اليوم واقفه قدام الشباك مستنيه فيكتور يرجع. اهل فيكتور قالوا لها ما تقلقيش، ده عيل صغير بيخاف من الضلمه ومصيره كده كده يرجع في الاخر. طبعا وقتها العيله الملكيه دي كانت قلقانه جدا وخايفه، مش على فيكتور، لا دول كانوا خايفين على شكلهم ومكانتهم بين الناس. بعدها فجاه بيدخل شخص اسمه الامير باركس، والشخص ده ركزوا معاه كويس جدا. دخل قال لهم انه للاسف شاف فيكتور بيهرب مع بنت غريبه بالليل، وهنا مش هنلاحظ عليه تعبيرات زعل او تعبيرات بالياس، لا ده حرفيا كانه شمتان وفرحان باللي حصل. بعدها بنرجع لعالم الموتى، وهنا بنلاحظ ان الالوان مختلفه والاجواء مختلفه، هتحسوا ان في حياه اكتر برغم ان هو عالم موتى بس كان في حياه. سبحان الله. فيكتور طبعا بيهرب وايميلي بتقعد تدور عليه لحد ما اخيرا بتلاقيه. قعد معاها في الاخر واعتذر لها عن اللي حصل وقال لها بصي اعتبريني ما قلتش اي حاجه، انا بس كنت ماشي في الغابه وبالغلط حطيت الدبله في فرع شجره وما كنتش اعرف ان الوضع هيوصل لكده. ايميلي طبعا مش هتسكت، فحاولت تديله زي رشوه كده عشان يغير رايه، فجابت له هديه. تماما انا كنت فاكر مثلا هديه عباره عن ايفون 17 ولا حاجه او مثلا بي سي جيمنج كنا هديه، بس في الاخر بتطلع عظمه. المهم فيكتور بعدها فكر في خطه خبيثه عشان يرجع للعالم بتاعه. قال لها بما اننا متجوزين فلازم تشوفي اهلي وتتعرفي عليهم. ايميلي صدقته فعلا وفرحت جدا، وانا بصراحه عندي مشكله كبيره مع ايميلي عشان حرفيا كل ما حد يقول لها اي حاجه مهما كانت بتصدقها على طول. ايميلي بتسمع كلامه وبتروح لواحد زي الساحر كده وبتطلب منه انهم يرجعوا لعالم الاحياء، وفعلا الساحر ده بيرجعهم للعالم الاساسي. واول ما رجعوا فيكتور قال لها بصي هروح اجيب عيلتي واجي. طبعا فيكتور هنا فتح سبرنت وهرب حرفيا اختفى من قدامها. كل ده عشان يشوف البنت الاساسيه اللي هو كان بيحبها في الاول وهي فيكتوريا. قعد معاها ولسه بيحاول يشرح لها الله اتجوز بالغلط ونزل لعالم الموتى وشاف هياكل في كل مكان حواليه. وبصراحه لو حد جه وقال لي لو اتجوز بالغلط انا مستحيل اصدقه، اصل يعني ازاي اتجوزت بالغلط مش فاهم. وفجاه بتظهر ايميلي. فيكتوريا بتستغرب وبتقول لفيكتور هي مين دي؟ ايميلي ردت عليها وقالت لها انا مراته. تمام انا وقتها قلت 100% فيكتوريا هتفهم اللي هو كان هربان طول المده دي عشان يخونها في الاخر ويقابل البنت دي، بس هيخونها مع جثه ميته. الموضوع برضه مش مفهوم. فوقتها فيكتوريا ما اقتنعتش بكلامها، وفي الاخر ايميلي بتسحب فيكتور تاني لعالم الموتى وبالعافيه. انا فاهم يا ايميلي اللي انت بتحبيه وكل حاجه، بس يعني مش للدرجه دي. حرفيا هي عملت حاجتين اسوأ من بعض. اول حاجه هي فرقت بين عروسين جداد كانوا ممكن يكونوا اسره سعيده ويعيشوا في تبات ونبات. تاني حاجه هي ما حرمتش منه بس البنت اللي هو بيحبها، لا هي حرفيا حرمته من كل حاجه، من امه، من ابوه، من بيته، من مستقبله، من شغله، حرفيا من كل حاجه، عشان بكل بساطه هي سحبته العالم كل اللي فيه ميتين. فهو هناك هيعمل ايه؟ بتقعد تعاتبه في الكلام وتقول له بس انت اتجوزتني انا ومفروض تفضل معايا انا، ويعني كلام من ده كتير. وقعدت تعيط لحد ما عينيها وقعت. فيكتور اعتذر لها وقال لها بصي انت جميله وكل حاجه بس معلش يعني انت ميته، انت عباره عن جثه متحلله وميته بقالها سنين، ما ينفعش نتجوز. ايميلي زعلت منه ومشيت في الاخر وهي بتعيط. وفي الناحيه الثانيه راحت فيكتوريا تقول لمامتها اللي هي شافت في اوضتها فيكتور متجوز جثه ميته وخدته وهربت ولازم نساعده. طبعا امها سابت ان فيكتور كان مختفي بقاله يومين ومحدش كان يعرف عنه حاجه، وسابت برضه اللي هو متجوز جثه ميته، ودي حاجه اخطر بكتير من انه يكون مختفي بقاله يومين. بس هنا امها سابت كل الكلام ده وقالت لها ازاي فيكتور كان في اوضتك؟ دي فضيحه. امها حبستها بعدها في الاوضه وجالهم بعد كده الامير باركس عشان ينفذ خطته الشيطانيه، وقال لهم اللي هو زعلان جدا ان محدش مقدر بنت جميله زي فيكتوريا وانه هيتبسط جدا لو يقدر يتجوزها. طبعا هو كداب ونيته مش خير تماما، قدر يلعب في دماغهم فعلا بطريقه خبيثه وقدر يقنعهم اللي هو يتجوزها. بالفعل راحوا لفيكتوريا وقالوا لها جهزي نفسك عشان فرحك هيبقى بكره، ودي حاجه بالنسبه لفيكتوريا كارثيه عشان كل همها بس هي تتجوز حد هي بتحبه وهو كمان بيحبها، وهنا الشخص ده ما كانش بيحبها نهائي. وبعد شويه وقت علاقه فيكتور مع ايميلي بدات تتحسن بالتدريج، وده لما حس بالذنب ناحيتها فقرر ياخد بكل ورد ويقعد جنبها ويعزف معاها. وفي نفس الوقت ده فيكتوريا كانت بتتجهز عشان تتجوز الشخص التاني غصب عنها. وفعلا جه اليوم اللي تتجوز فيه الامير ده وقال الخطاب بتاعه رسميا بقوا هما الاثنين متجوزين. ولكن بعدها بيجي الساحر ده وبيقول لايميلي خبر وحش
وحش جدا. بيقول لها ان في مشكله في جوازها وانه لحد دلوقتي مش كامل بسبب ان فيكتور عايش وايميلي ميته، فالحل الوحيد وقتها ان لازم فيكتور يرجع للعالم بتاعه ويتجوزها هناك وفي الاخر يموت نفسه. فخططوا الفكره اللي هم يجهزوا مشروب فيه سم قاتل بيقتل بسرعه من غير عذاب عشان فيكتور يشربه ويموت. فيكتور طبعا عارف بالكلام ده كله ووافق بيه في الاخر، وراح في نص المدينه وقال له كل الميتين اللي هم هيزوروا عالم الاحياء عشان هيعملوا الفرح هناك. بعدها بنرجع للمدينه الكئيبه الممله اللي ما فيهاش اي حياه، بنشوفهم قاعدين قدام الاكل وكأن كل واحد فيهم شايل هموم الدنيا كلها على كتافه، وفجاه الهياكل بتظهر من كل مكان والناس كلها بتخاف وتترعب، وبعدها بتحصل الصدمه. بيجي الراجل ده يقول لفيكتوريا الوضع دلوقتي بقى خطر ولازم تلمي فلوسك كلها ومجوهراتك ونهرب. انا شفت الكلام ده فين قبل كده؟ فيكتوريا بتقول له ان عيلتها اصلا بتعاني من افلاس وانهم اللي مختارينه بسبب فلوسك. الراجل طبعا بيتجنن عشان خطته كلها يعتبر فشلت، وكان فاكر ان هم عيله اثرياء واغنياء جدا. وقت خطاب فيكتور وايميلي بيبدا كلهم بيوصلوا الكنيسه، وفي الوقت ده فيكتوريا بتشوف فيكتور مع ايميلي وهو بيتجوزها. ووقت ما كانوا بيقولوا الخطاب هنا ايميلي كانت بتتكلم بالعافيه وحست بالذنب اللي هي خدت منه حياته وفرقته عن البنت اللي هو بيحبها. ووقت ما كان فيكتور بيشرب المشروب السام ايميلي وقفته على اخر لحظه. فيكتوريا بتدخل عليهم وايميلي بترجعهم لبعض وخلاص بقى هيتجوزوا، بس بيظهر الراجل ده تاني لحد ما في الاخر بيشرب هو المشروب اللي فيه سم لحد ما بيموت وايميلي بتختفي. بنعرف ان الشخص الشرير ده هو نفس الشخص اللي قتل ايميلي، كان هو الشخص اللي المفروض يتجوزها بس الخاين المخادع غدر بيها وسرقها وقتلها في الاخر، وكان عاوز برضه يعيد نفس الكلام مع فيكتوريا بس خطته في الاخر فشلت، وفيكتور وفيكتوريا بيعيشوا مع بعض للابد. بنعرف ان ايميلي في الاخر هي واحده من اكتر الشخصيات المأساويه في افلام الانيميشن، ماتت قبل ما تحقق حلمها وفي النهايه ضحت بحبها عشان تسعد غيرها. شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر، اعمل لايك لو لسه ما عملتش، اشترك عشان نوصل ل 60,000 مشترك في اقرب وقت ممكن، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.